علاش المغربي كيكون فرحان فاش شي يوتيوبر اجنبي كيقول موروكو از اميزينغ، موروكو از بيوتيفول؟ علاش صوره وحده مع شي واحد مشهور اولا مع شي حاجه دايره البوس كتعني لنا اكثر من بزاف ديال الحوايج اللي درناهم حنا بيرسونيل وتقاتلنا وخدمنا عليهم؟ وعلاش قبل ما ننجحوا في شي حاجه ولا نقرروا نديروا شي حاجه نقراوها كنسولوا اهم سؤال اللي هو واش غنعترفوا بها؟ واش عندها صوره اجتماعيه اللي نقدر نبيع؟ هادشي كامل ممكن يقول لنا بلي حنا ما كنقلبوش على النجاح، حنا ما كنحاولوا غير نقلبوا على الاعتراف من ناس اخرين من المجتمع. كبدايه جواب بسيط نقدروا نقولوا بلي ان المشكل هو ان الانسان كيحب الشهره بالطبع ديالو، ولكن علم النفس كيشوف هذا الموضوع بطريقه اخرى. الانسان كضروريات ما كيحتاجش غير ياكل وينعس ويشرب، كيحتاج حتى داك الاحساس بالوجود، باللي كاين باش يعيش، احساس ديال انه مهم. هاد الحاجه سميتها اعتراف في النقاش الاجتماعي الحالي دابا، ولكن سابقا كانت هي اساس الرغبه في البقاء. المشكله شنو كيوقع للانسان فاش ما كيقدرش انه يخلق الاعتراف الذاتي الشخصي براسو، ولا حتى المجتمع الصغير ديالو ما كيقدرش انه يخلق ليه الاعتراف اللي كيقلب عليه، كيولي يقلب على داك الاعتراف في بلاصه اخرى، في مكان اخر، في مجتمع اخر. باش نبداو بعدا بوضوح خصنا نحطوا التعريفات ديالنا للمواضيع اللي غنناقشوهم. واول حاجه غنهضروا عليها هي الاعتراف. الاعتراف هو ماشي مديح، الاعتراف هو واحد ممكن نلخصوه في جمله ديال انا كنستحق الوجود ديالي. هذا هو مفهوم العميق ديال الاعتراف. كل دري صغير كيكبر وهو محتاج يسمع انا فرحان بيك، انا فخور بيك، انا كنامن بيك. غير لو في ديال انك كاين كيدير ديفيرونس يا في الدار يا في المدرسه. ولكن كفكره شنو كيولي يوقع فاش كنوليو نربطوا الحب ديال الطفل بواحد الشرط اجتماعي معين؟ مثلا باش نفهموا شنو غيولي يوقع للدري الصغير فاش يولي الحب اللي غتعطيه العائله ديالو مرتبط بالنقطه اللي غادي يجي في واحد المستوى دراسي كيقرا فيه، ولا ممكن بالنجاح واش غينجح من مستوى لمستوى، ولا بالمقارنه مع ولد خالته مثلا اللي هي حاجه كيديروها كاع مواتنا للاسف. هاد الدري الصغير غيولي كابر وهو مقتنع بلي القيمه ديالو خصها تتربح وماشي انها تكون لانه انسان يستحق الاعتراف. في المحور الثاني ديال هذه الحلقه غادي نحاولوا اننا نهضروا على كيفاش حنا كمغاربه تربى فينا الاعتراف او الاحساس او استشعار الاعتراف من صغرنا، وحنا كنسمعوا ولد فلان احسن منك، ولد خالتك احسن منك. شوف بنت خالتك مثلا الا كنتي بنت جيب 18 جيب مونسيون، دخل قرا الطب، خاصك تخدم في شركه كبيره، خاصك تشري طوموبيل، خاصك دير الدار. المشكل هنا ماشي مشكل طموح، المشكل هي انك بطريقه غير مباشره كتربي المغربي على ان اساس القيمه ديالو هي مرتبطه بالاشياء اللي يقدر ياخذها ولا يكونسوميها ولا يشريها، واللي هي اساسا مرتبطه بالنظره ديال الانسان. يعني القيمه ديالي هي شنو عندي اللي يقدر يشوف الانسان الاخر وتعجبه. هادشي كيدينا لاهم موضوع ومحور اللي اصلا علاش فكرت في الحلقه نديرها، اللي هو الاعتراف الخارجي. علاش المغاربه كيجريو وكيحسوا بالفخر لواحد الانتماء وطني، واحد الاحساس مشاعر فياضه وطنيه فاش كيجينا اعتراف ولا فاليداسيون من على برا. دابا هذا هو السؤال الصعيب والمرحله اللي غادي نديرو شويه ديال التحليل باش نفهموا منين جانا هاد الفكره اللي ولات داخله ولينا كنشوفوها بزاف. علاش المغربي بيني وبينك كيطير بالفرحه مجازيا فاش كيسمع حوايج بحال المغرب زوين؟ ولكن ماشي اي مغرب زوين، مغرب زوين كيقولها واحد اكسنت ديال الميريكان ولا ديال هولندا ولا اوروبيا ولا شي بلاصه اخرى. علاش فيديو ديال سائح ما تيهمش منين كياكل كسكسو في مراكش، اكادير، في كازا يقدر ياخذ ملايين ديال لي لايكس ولي كومونت من عند المغاربه بالدرابو ديال المغرب وبهضرات زوينه وميساجات زوينين؟ واش حيت هاد الناس ولا حنا كنبغيو بلادنا، ولا حيت اخيرا شي واحد من على برا فاليدا شي حاجه حنا كنديروها؟ هنا خصنا نفرقوا بين جوج الحوايج مهمه باش اننا نفهموا الكونسيبت اكثر. خصنا نفرقوا بين التقدير والتزكيه. التقدير هو واحد الحاجه كتجي من الداخل من عندك ومن خلال القيمه اللي كتعرف انت راسك كتسواها. اما التزكيه فهي ديك المرحله فاش كتولي تسنى واحد اخر يقول لك بلي راك انت مهم، وهنا كتخلق واحد العقده كبيره هي فاش كنوليو ما قادرينش نصدقوا راسنا ولا نتيقوا راسنا، وكيخصنا شي واحد من على برا يفاليدي باش حنا نصدقوا. السوشيال ميديا فهمات هذه الحاجه، ولا الالغوريثم ديال السوشيال ميديا فهمات هذه الحاجه، ولهذا ولا كلشي كيدور حول شحال من لايك عندك، شحال من فولو عندك،
شحال تقدر من واحد كيشوف لي ستوري ديالك ولا كيشوف التصاور اللي كتحط ولا لي فيديو اللي كتحط. الناس في هاد المرحله الجديده اللي خلقاتها السوشيال ميديا ما ولاتش كتعيش باش انها تكتشف راسها ولا باش انها تعيش اللحظه مع راسها، وانما كتعيش باش تشاف. السفر خصو يتصور، ماشي اي سفر، خص تكون واحد البلاصه اللي انستغرامابل. الصدقه خصها تصور وتحط ستوري للاسف. حتى النجاح ديالك وفاش كتاخذ الماستر ولا الدكتوراه خص تصور وبارطاجي لينا باش نشوفوك ونفاليديو. وهذا الشيء كامل كيبين باللي الاعتراف ولا عمله كدير بها الاكسشينج. كنعطيك تشوف، انت كتعطيني الاعتراف اللي كيغذي ليا ماشي الايجو وانما النرجسيه السامه ديال الشخصيه الفرديه. باش ما نكونوش قاسيين غير خصنا نسول واحد السؤال: واش هذا المشكل كاين؟ واش هذا مشكل مغربي زعما؟ واش هذا مشكل كاين غير في المغرب مثلا؟ الجواب البسيط لا، هذا المشكل كاين فين ما مشيتي. كاع الناس وكاع الاختلافات الدينيه والعرقيه ديالهم كيحتاجوا للاعتراف، ولكن في المغرب كاين واحد العامل اضافي كيتزاد اللي هو اننا تحت رحمه سلطه المجتمع. لذلك ديما كنحاولوا ان المجتمع ولا الجماعه تعترف بينا وبداك الشيء اللي كنديرو ولا بداك الشيء اللي درنا. شنو لابسو للمجتمع. فين خدام للمجتمع. شحال كتشد شاد للمجتمع. واش مزوج ولا ما مزوجش للمجتمع. فبالتالي كتلقى راسك كتعيش حياتك غير باش تكتسب الاحترام والفاليداسيون ديال الناس اخرين اللي بعض المرات كاع ما عندك علاقه بهم، وماشي باش تعيش الحياه اللي انت فري باغي تعيشها. هذا كيعطينا واحد النتيجه اللي تقدر تكون خطيره بعض المرات. الانسان اللي كيعيش غير على الاعتراف كيولي عبد للاعتراف. يقدر يبدل شخصيته، الراي ديالو، الاحلام ديالو وحتى المبادئ ديالو غير باش يسمع ديك واو ديال الفاليداسيون. وهنا كتقتل واحد الحاجه اللي صعيبه ومقوده في الشخصيه ديالك اللي هي الصدق مع النفس. انك باش تحرر وتكتشف راسك خصك تكون صادق مع راسك. كخاتمه ممكن نقولوا بلي المشكل ماشي ان المغربي كيقلب على الفاليداسيون ولا على الاعتراف، وانما المشكل هو ان بزاف ديال الناس ما كتعرفش تعترف براسها وبالانجازات ديالها الشخصيه. ولهذا كنلقاو بزاف ديال الناس كيبقاو يقلبوا على القيمه ديالهم في عيون الناس، في عيون المجتمعات الغربيه، في عيون المجتمع، في عدد اللايكات للاسف. بغيت نخلي لك هذا السؤال تجاوبني عليه بصراحه: لكن انت اخر انسان كاين على وجه الارض، ما كاين لا جمهور، ما كاين لا بيبليك، ما كاين لا لايكات لا فاليداسيون، لا ناس اللي يقدروا يحكموا عليك ولا على الاشياء اللي كدير، شنو غادي يبقى منك؟ واش كنتي غادي تبقى نفس الانسان اللي عليه انت بنفس المبادئ والافكار اللي عندك انت دابا، ولا كنتي غادي تنتحر حيت ما تقدرش، ولا انك تموت حيت ما تقدرش انك تعيش من دون الطرف الاخر اللي غادي يفاليديك ويفاليدي الاشياء اللي كدير؟ هذا سؤال عميق نتمنى تفكر فيه بينك وبين راسك. ما تحتاجش تنشر الجواب الا ما بغيتيش، ولكن فكر فيه عافاك بينك وبين راسك باش تفهم راسك مزيان. تنميرت ازول ومرحبا بكم في حلقه اخرى ان شاء الله. مرحبا بكم، شكرا.